السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض فطاير تحفة جدا وتنفع للفطار والغدا وكمان العشاء، بعجينة قطنية وهشة وخفيفة جدا وكمان بحشوات اقتصادية. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض في الطريقة على طول. بس قبل ما نبدأ في الطريقة ما تنسوش حبايب قلبي تدعموني بلايك تشجيع منكم ليا علشان أقدر استمر. في طبق غويط معايا هنا هبدأ ان انا اضيف معايا كوبايتين من الحليب. الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش خارج من التلاجة ولا يكون سخن. تمام، انا مستخدمة معايا الاكواب المعيارية، ممكن حضرتك تستخدمي الاكواب بتاعة الشاي العادية مفيش مشكلة. بعد كده هزود عليهم نص كوباية من الزيت. الزيت يفضل انه ما يكونش ليه طعم ولا ريحة. بعد كده هزود معايا معلقتين كبار من السكر الحبيبات. تمام، نركز يا جماعة، معلقتين كبار مش معلقتين صغيرين علشان ينشطوا معانا الخميرة اللي هنحطها في النص. بعد كده هزود معايا هنا كوباية صغيرة من الزبادي. وبعد كده هزود عليها بيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ. المكونات اللي انا مستخدماها كلها تكون بدرجة حرارة المطبخ. تمام. بعد كده هضيف معايا اخر حاجة وهي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او كيس من الخميرة الفورية. وبعد كده هبدأ ان انا بالمضرب او بالويسك هقلب كل المكونات ديت مع بعض كويس جدا. انا عايزة اخلط كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لغاية لما السكر معايا يدوب تماما في النص. تمام. ممكن حضرتك لو مش متأكدة من الخميرة بتاعتك تسيبي الخليط ده على جنب مدة 10 دقايق وتغطيه لغاية لما يبدأ ان هو يتفاعل. بس انا عشان متأكدة ان الخميرة بتاعتي شغالة هبدأ بعد كده ان انا اضيف معايا الدقيق على طول. بعد كده هضيف معايا بقى المكونات الجافة. انا معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق. انا معايراهم بالشوب الكبير بتاع المية، مش بالاكواب المعيارية ولا بالاكواب العادية بتاعة الشاي. ولو هوزنهم بالميزان هيطلعوا معايا كيلو دقيق بالظبط. ممكن حضرتك تتحكمي في الكمية بتاعة العجين، يعني سواء انت عايزة كمية اكتر من دي ممكن تضاعفي الكمية، او لو عايزة نفس الكمية تعملي نفس المقادير، او لو عايزة تقللي الكمية تقللي المقادير شوية، يعني على حسب الرغبة. اخر حاجه بقى بضيف معايا معلقه صغيره من الملح. وبعد كده ببدا ان انا بالسباتولا كده او بمعلقه مثلا او بايديا الم العجينه في الاول زي ما حضراتكم شايفين كده لغايه لما الدقيق يختفي معايا تماما. وبعد كده ببدا ان انا اعجن بايديا، يعني هبدا في الاول كده ان انا بالسباتولا كده زي ما قلت او بمعلقه الم العجينه، وبعد كده هبدا بقى ان انا اكمل بايديا زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. لميت العجينه هنا كويس جدا بايديا زي ما حضراتكم شفتوا. هبدا بعد كده ان انا اخدها معايا بقى على الرخامه واعجن فيها بقى ايه علشان خاطر تكون ايه معجونه ومخدومه كويس جدا في العجن. تمام. عايزه اقول لكم ان العجن على الرخامه دوت افضل بكتير من انك تفضلي تعجني في الطبق، يعني هيدي معاكي نتيجه عاليه في النهايه وهيديكي يعني نتيجه مبهره. الناس اللي متابعاني وبتشوف لي وصفات باستمرار عارفين ان انا بحب اعجن بايديا كده على الرخامه علشان خاطر دوت بيديني زي ما قلت نتيجه احسن من اللي انا متوقعاها كمان، وبيخلي العجينه في ايديا كده بتمط معايا زي الاستيك، واقدر ان انا افردها واقدر ان انا اتحكم فيها زي ما هتشوفوا معايا العجينه بعد ما تخمر كمان هيكون شكلها عامل ازاي. هنا بعد ما عجنت العجينه بقى في ايديا كويس جدا بعد كده زي ما حضراتكم شايفين ده القوام بتاع العجينه بيكون طريه جدا في ايديا بس ما بتكونش بتلزق. لو حضرتك حسيتي ان العجينه بتلزق في ايديكي تقدري تغسلي ايديكي وترجعي تكملي فيها عجن، هتلاقيها ما بتلزقش خالص، يعني ما تزوديش عليها زيت خالص ولا تزودي عليها نقطه دقيق تاني. بعد كده بقى جبت معايا الطبق اللي انا هخمر فيه العجينه، حطيت فيه كده حوالي معلقه صغيره من الزيت، دهنت كده الطبق بمعلقه صغيره من الزيت. وبعد كده هبدا ان انا اضيف فيه العجين بتاعي وعلى وشها كده مسحه بسيطه من الزيت. وبعد كده هغطي بقى العجينه بتاعتي هنا كده بالبلاستيك راب او الاسترتش راب واسيبها تخمر معايا. وطبعا علشان احنا في الصيف والجو حر هي اخدت معايا بالظبط نص ساعة تخمير، انما لو حضرتك هتعجنيها في الشتاء هتقعد معاكي مدة لا تقل عن ساعة، ويفضل ان انتي برضو تخليها في مكان دافي علشان تخمر معاكي بسرعة. تمام. بعد ما عدى عليها نص ساعة بالظبط كانت خمرت معايا اللهم بارك. ده شكلها. هبدأ ان انا اشيل بقى من عليها الاسترتش كده زي ما حضراتكم شايفين. حبيت اقربها لكم كده علشان تكون واضحة بالنسبة لكم في الكاميرا. بعد كده هبدأ بقى ان انا بايديا افرغ منها الخمر والم العجينة. في الوقت دوت احنا ما بنعجنش تاني خالص، كل اللي انا بعمله بايديا بس ان انا هفرغ منها الخمر وهبدأ بقى ان انا المها بايديا كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله العجينة بتمط معايا زي الاستيك اللهم بارك، وده بفعل ان هي اتعجنت كويس جدا واختمرت وقت كافي. بعد كده خرجتها معايا من الطبق وهبدأ بقى ان انا بايديا كده الم فيها، ابدأ قبل ما ابدأ يعني ان انا اقسمها بقى ايه لاجزاء زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. لميت العجينه كويس جدا هنا كده بايديا. هبدا ان انا اعدلها كده على الوش بتاعها واجيب معايا هنا السكرابر اللي انا هقسم بيه العجينه. لو مش متاح عند حضرتك الاداه ديت اللي هي السكرابر اللي بقسم بيه ده، ممكن حضرتك تقسمي العجينه بايديكي لو حابه، او ممكن تقسميها بسكينه هيكون برضو معاكي نتيجه ممتازه.
تمام. قسمت العجينه هنا معايا كده في الاول لاربع قطع او اربع اجزاء معايا، بس انا عملت معايا هنا 3 فطاير في النهايه، يعني قسمت العجينه بعد كده معايا لست قطع. تمام. هاخد بقى كده كل قطعه والمها بايديا واكورها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت واخليها على جنب. انا مقسمه العجينه هنا اربع قطع متساويين، بس القطعتين الاخرانيين هقسم كل قطعه فيهم على 2 علشان هعمل معايا فطيره تالتة في النهايه. الفطيرة دي هعملها حلوة، هعملها بحشوة المربى اللي عملتها معاكم قبل كده على القناة، اللي هي المربى بتاعت قشر البطيخ. هحشي بيها الفطيرة التالتة معايا. عايزة اقول لكم ان الفطيرة ديت بعد ما سويتها وسبتها بردت، عايزة اقول لكم طعمها كان في منتهى الجمال والله يا جماعة، بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. انا متأكدة ان شاء الله باذن الله لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها. هنا قسمت كده معايا زي ما قلت العجينة على 4، وبدأت بقى ان انا كده اكور كل كورة معايا كده او كل قطعة معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ ان انا اجيب معايا الطبق اللي انا كنت سايبة العجينة بتخمر فيه، وهغطي معايا هنا كده قطعتين من العجينة علشان خاطر الوش بتاعهم ما ينشفش. القطعتين دول من اللي انا هقسمهم معايا في النهاية، كل قطعة فيهم على 2 زي ما ذكرت. بعد كده بقى هبدأ ان انا اخد اول قطعة معايا من العجين وابدأ ان انا افردها على المفرش السيليكون زي ما حضراتكم شايفين كده. ما ينفعش في الوقت دوت ان انا افرد معايا على الرخامة علشان خاطر العجينة ممكن تلزق معايا على الرخامة. فنفرد كده مفرش سيليكون او مشمع او اي حاجة، ونبدأ ان احنا نفرد عليه كده العجينة زي ما حضراتكم شايفين. انا هفردها كويس جدا بالمردنة على مقاس الصينية اللي انا هحط فيها الفطيرة بتاعتي. تمام. انا مستخدمة هنا صينية مقاس 30. انا مستخدمه معايا 3 صواني، الثلاث مقاسات مقاس 30 ومقاس 28 ومقاس 26. اكبر صينيه دي اللي هي مقاس 30 هفرد هنا القطعه بتاعه الفطيره ديت على المقاس بتاعها بالظبط. بعد كده هجيب معايا الصينيه احط فيها حوالي يعني نقطتين كده من الزيت، وبالفرشه كده هبدا ان انا ادهن الصينيه كويس جدا بالزيت علشان خاطر العجينه معايا ما تلزقش في الصينيه. هي كده كده اوريدي مش هتلزق في الصينيه علشان خاطر الصينيه جرانيت، بس انا بوري لحضرتك التكنيك ده عشان لو حضرتك هتسوي الفطاير بتاعتك في صواني الومنيوم تكوني فاهمه هتعملي ايه. تمام. وتكون معاكي العجينه ما تيجي تطلعي الفطيره بعد التسويه ما تكونش لازقه معاكي في الصينيه. بعد كده خدت معايا العجينه وهبدا ان انا احطها كده جوه الصينيه وافردها بايديا زي ما حضراتكم شايفين. دي بتكون اول طبقه، لان الفطاير بتاعتنا بتكون طبقه عجين وطبقه الحشو، والطبقه الثالثه اللي هي بتكون من فوق طبقه العجين. تمام. يعني هي بتبقى عامله زي البيتزا كده مثلا، بس الحشو بتاعها بيكون من جوه، يعني هي طبقتين وهي العجينه بتاعتها قريبه لعجينه البيتزا وقطنيه زيها كده بالظبط. تمام. هبدا بقى ان انا افرد كده العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده بايديا، وهبدا ان انا اسوي الحروف بتاعتها كده علشان خاطر لما احط الحشوه ما تخرجش بره الاطار بتاع العجينه بالظبط. بعد كده معايا هنا الحشوة اقتصادية زي ما قلت، يعني من بواقي التلاجة، اي حاجة موجودة عندك تقدري تحشي بيها في الوقت ده. انا معايا هنا كده حوالي 3 قرون من الفلفل الرومي مقطعاهم قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده او شرايح صغيرة، يعني على حسب بقى المتاح عندك. حابة تحشي مثلا بجبنة بلانشون، انا كان عندي برضو في التلاجة حوالي 3 شرايح من اللانشون، وكان عندي برضو شريحة واحدة من الجبنة الرومي، او شريحتين قطعتهم معايا قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا قلت الحشوة معايا اقتصادية، يعني اقدر احشي باي حاجة متاحة عندي. الحاجة دي كانت متاحة عندي في التلاجة في الوقت ده وما كنتش عارفة استخدمها في ايه، فجت في بالي الفكرة بتاعة الفطاير دي فقمت عملتها للولاد، وكانت فكرة جميلة جدا وكانت تجربة في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. بعد كده بعد ما حطيت اللانشون معايا والجبنه ضفت اخر حاجه معايا شويه برضو من الفلفل الرومي على الوش كده زي ما حضراتكم شايفين. هسيب بقى معايا هنا الصينية على جنب واروح اجهز بقى معايا في الطبقة التانية بتاعة الفطيرة. يعني هاخد معايا القطعة التانية بتاعة العجينة وهفردها برضو هي كمان بالمردنة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بحاول ان انا افردها برضو بنفس المقاس بتاع الاولانية علشان خاطر تكون نفس المقاس وتغطي الطبقة بتاعة الحشو كويس جدا. تمام. هفرد كده زي ما حضراتكم شايفين رايح جاي في كل الاتجاهات لغايه لما تتساوى معايا، وبعد كده هبدا ان انا اخدها معايا كده واضيفها معايا على الوش بتاع الصينيه على الحشو زي ما حضراتكم شايفين. وهبدا برضو ان انا كده بايديا احاول ان انا امط العجينه وافردها لغايه لما تغطي معايا الحشو، واقفل الاطراف بتاعتها كويس جدا علشان خاطر اثناء التسويه الحشو بتاعها ما يخرجش منها ويتحرق وهو الفطيره بتاعتي بتستوي في الفرن. تمام. قفلت الاطراف كويس جدا كده زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما قلت ضروري ان احنا نقفل الاطراف كويس جدا. بعد كده هغطي وش الصينيه بالبلاستيك راب او الاسترتش زي ما حضراتكم شايفين. بغطي الوش كويس جدا علشان خاطر الفطيره وشها ما ينشفش معايا. وبعد كده هسيبها برضو في مكان دافي ترتاح معايا مده لا تقل عن ربع ساعه كمان، على بال ما اجهز باقي الفطاير التانية معايا في الوقت ده. يعني بعد ما غطيتها كده هسيبها ترتاح معايا كويس جدا، ما ينفعش ان احنا ندخلها الفرن على طول، لازم برضو تسيبها ترتاح كويس جدا فتره كافيه معانا مده لا تقل عن ربع ساعه.
بعد كده هبدأ ان انا اخد معايا بقى ايه بقية العجينة علشان خاطر اجهز معايا الفطاير التانية. هنا برضو هكرر نفس الخطوات. جبت معايا الصينية ودهنتها بشوية من الزيت وفردت اول طبقة من العجين زي ما حضراتكم شايفين، وبساوي بايديا برضو يعني نفس الطريقة بالظبط. بس الفطيرة ديت انا هعملها سبايسي شوية، فاستخدمت في الوقت دوت في الحشو بتاعها الفلفل اللي هو الحامي او الفلفل السبايسي، ودي بتكون حاجة حسب الرغبة، ممكن حضرتك تستخدميه او تستغني عنه مفيش مشكلة. جهزت معايا برضو الفطيرة التانية وبرضو بنفس التكنيك غطيت الوش بتاعها وسبتها على جنب برضو هي كمان تخمر مع الفطيرة الاولانية على بال ما اجهز الفطيرة التالتة، ودي كانت اخر فطيرة معايا. الفطيرة التالتة ديت هعملها بقى للعشاء زي ما قلت، هعملها بحشوة المربى. الفطيرة ديت حلوة جدا يا جماعة، بجد ما كنتش متوقعة ان النتيجة بتاعة المربى جوه الفطاير تكون بالجمال ده، يعني طعمها احلى كمان من الفطاير اللي هي بحشو الشوكولاتة او بحشو النوتيلا. بس يفضل ان احنا نسيب الفطيرة الحلوة بالذات تتاكل باردة، يعني مش مستحب ان احنا الفطاير الحلوة ناكلها وهي سخنة الا لو كانت محشية بحشو النوتيلا او بحشو الشوكولاتة العادية. جربوا كده ان شاء الله لما تعملوها تبيتوها مثلا لتاني يوم وتاكلوها هتكون في منتهى الجمال والروعة. بعد كده بقى بعد ما فردت اول طبقة من العجين في الصينية وسويتها كويس جدا، جبت بقى معايا معلقتين هنا من مربى قشر البطيخ اللي كنت عملتها معاكم على القناه. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. طعمها يا جماعه في منتهى الجمال والروعه، يعني طعم المربى عامل زي الميكس كده ما بين الفراوله وما بين البطيخ. طعمها كل اللي هيجربه مش هينساه. انا عايزه اقول لكم ان انا لما بعملها بتتنسف نسف ما بتقعدش عندي، يعني برطمانين المربى اللي انا كنت عاملاهم دول ما قعدوش عندي 3 ايام بالظبط وكانت خلصت. بعد كده بقى هجيب معايا اخر طبقه من العجين وهبدا ان انا افردها بايديا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما فردتها على الرخام هرحها بايديا كده بالشكل ده، وبعد كده هبدأ بقى ان انا افردها فوق الوش بتاع المربى، يعني اغطي بيها كده الوش بتاع الفطيرة التالتة واقفل الحروف بتاعتها كويس جدا زي ما قلت، علشان خاطر اثناء التسوية الحشو بتاع الفطيرة ما يخرجش براها وهي في الفرن ويتلسع مننا. هقفل كده كل الحروف بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هغطيها واسيبها برضو مع الفطاير التانية علشان خاطر تتخمر اخر ربع ساعة وترتاح كويس جدا. بعد كده هرجع بقى بعد ما عدى على الفطيرة الاولانية حوالي ربع ساعة، هبدأ بقى ان انا اجيب معايا كده اول فطيرة سبتها ارتاحت، وهبدأ بقى ان انا اجهزها علشان خاطر ادخلها معايا الفرن. معايا هنا بيضة وضايفه عليها حوالي نص فنجان صغير من الحليب، وهبدأ بقى ان انا ارب البيضة كويس جدا كده بالحليب زي ما حضراتكم شايفين. انا ما ضفتش بقى في الوقت دوت لا فلفل اسود ولا فانيليا علشان زفارة البيض ولا اي حاجة. يعني انا عايزه اقول لكم ان شويه الحليب اللي انا ضفتهم على البيضه، عايزه اقول لكم ان هم بيعدموا الزفاره بتاعه البيضه تماما. يعني جربوا كده تعملوا زي ما انا ما عملت وتضيفوا الحليب مع البيضة، سواء هتدهنوا الحاجة ديت حلوة او حادق. هتدهنوا الوش بتاع الفطاير بتاعتكم مثلا او اي حاجة بتعملوها بتدهنوا وشها ببيض، سواء كانت حلوة او حادق زي ما قلت هتستغنوا عن الفلفل الاسود وهتستغنوا عن الفانيليا تماما عشان تضيعوا الزفارة بتاعة البيض. الحليب يا جماعة والله العظيم فيه سحر بيعدم الزفارة بتاعة البيض بطريقة مش ممكنة. جربوه ان شاء الله هتدعولي. بعد كده هقسم بقى بايديا الفطيره زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. انا عايزه اقسمها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، انا بقسمها على شكل سلايزات كده علشان خاطر ابدا ان انا ارش على وشها التزيين بتاعها اللي هو السمسم وحبه البركه زي ما هتشوفوا معايا. ممكن برضو في معلومة نسيت اقول عليها، لو حضرتك مش متوفر عندك بيض تدهني الوش بتاع الفطاير بتاعتك تدهنيها بالحليب بس مفيش مشكلة خالص، هيديكي برضو نتيجة حلوة. هو البيض بس بيعزز اللون بتاع الفطيرة لما بتطلع معاكي من الفرن وبيديها نكهة حلوة كده بس، يعني مش اكتر. انما لو مش متاح عندك ولو حابة مثلا ان انتي ما تضيفيش بيض تستغني عنه مفيش اي مشكلة، وممكن تدهني بالحليب بس. بس انا عايزة اقول لكم انا جربتها مرة بالحليب بس وما جربتها مرة تانية بالبيض مع الحليب. اللي طلعتها معايا من الفرن بالبيض بالحليب كانت نتيجتها اعلى واحسن، يعني افضل من لو هتدهنيها بحليب بس. تمام. بعد ما قسمت بقى العجينه زي ما حضراتكم شفتوا معايا كده، جبت معايا شويه من السمسم وشويه من حبه البركه وبدات ان انا ارش كده على الوش بتاع الفطاير بتاعتي على شكل سلايزات بالشكل ده. بعد كده قسمت بقى الفطيره التالتة معايا ودي كانت اخر واحده اللي هي بالمربى، ديت هحط على الوش بتاعها سمسم بس مش هحط عليها حبه البركه. تمام. في الوقت دوت انا بكون مجهزه معايا الفرن على درجه حراره 180، بدخل معايا الصواني على الرف الاوسط بتقعد معايا التسويه بتاعتها زي تسويه الفطاير العاديه او تسويه البيتزا، يعني بتقعد معايا حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه لغايه لما تبدا ان هي تاخد لون من تحت وتبدا ان العجينه بتاعتها تستوي. هبدا اخر 5 دقايق بشغل عليها الشوايه على اقل درجه لغايه لما تاخد معايا اللون وبتطلع معايا من الفرن ما شاء الله بالشكل القمر اللي حضراتكم شايفينه ده.
هي اخدت معايا كامل التسوية من اول ما دخلت الفرن بالظبط حوالي نص ساعة او نص ساعة ل5 دقايق، يعني من 25 ل30 دقيقة. ما تكتريش عليها اكتر من كده عشان خاطر الفطاير بتاعتك ما تنشفش معاكي وهي جوه الفرن. التسوية بتاعتها زي ما ذكرت بتكون زي تسوية البيتزا بالظبط، ما نكترش عليها تسوية عشان خاطر ما تنشفش معانا. كل صينية بخرجها معايا من الفرن لازم اغطي وش بتاعها بفوطة زي ما حضراتكم شفتوا معايا كده، علشان خاطر الفوطة ديت بتخلي الصواني بتاعة البيتزا بتاعتي او الصواني بتاعة الفطاير بتاعتي تكون الوش بتاعها طري جدا وما تكونش مقرمشة من الوش وما تكونش ناشفة معايا. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اغطيها بكيس بلاستيك او مثلا بالبلاستيك راب، علشان خاطر البلاستيك راب هيعرق وهيعمل مية، فهاجي اشيله من عليها فالمية هتنزل على الوش بتاعت الصواني بتاعتي هتبوظ الفطاير بتاعتي. فيفضل ان احنا بفوطة نظيفة كده نغطي الوش بتاع الصواني زي ما شفتوا حضراتكم معايا. بعد ما قعدت حوالي بالظبط كده 5 دقايق مغطياها بالفوطة، بعد كده بدأت ان انا اخرج الفطاير بتاعتي من الصينية زي ما حضراتكم شايفين. القوام بتاعها حلو جدا وطرية جدا وهشة قطنية زي ما ذكرت وقلت، والله العجينة بتاعتها ممتازة وناجحة. بس امشوا على الخطوات بالتفصيل وهتكون بإذن الله النتيجة معاكم مبهرة بأمر الله. في معلومة كمان حبيت ان انا انوه عنها، يعني معلومة ضرورية، ان انا قبل ما بحط معايا الصواني تحت الشواية، يعني قبل ما بشغل عليها الشواية ببدأ ان انا بالسكينة كده واحدد السلايزات، يعني افتح كده الوش بتاع الفطاير بتاعتي علشان خاطر اثناء التسوية تطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا جربوها وبألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنوني في وصفات جاية كتير واشوفكم على خير. اسيبكم في حفظ الله وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.